هاي. النهاردة هنتكلم عن كتاب مش سهل لكنه مهم. أبي الذي أكره، للدكتور عماد رشاد. مهم لأنه بيحكي عن وجع كبير متخزن في قلوب ناس كتير، الوجع اللي جاي من أقرب الناس لينا، الأب والأم. الكاتب بيكلمنا عن العلاقة المكسورة، الجرح اللي سببه أمهاتنا وأبهاتنا، يمكن أحيانا مش بإيديهم، لكن الجرح حصل وخلاص. بس بدل ما نكمل حياتنا وإحنا شايلينه، الكتاب بيحاول يساعدنا نفهم ونواجه ونتعافى. تخيل كده إنك عايش جوه بيت مش حاسس بالأمان فيه. البيت اللي المفروض يكون حضن بقى شبه السجن. الكاتب بيبدأ الفصل ده بوصفه لطفولته اللي كانت أشبه بسجن كبير، مش بس لأنه كان بيتضرب رغم إن ده حصل، لكن لأن كل حاجة كانت مراقبة محسوبة فيها خوف من كل تفصيلة. الأب كان دايما غضبان، صوته عالي، مفيش حوار، مفيش حضن. كل اللي عليه إنه بيسمع وبينفذ حتى لو مش فاهم ليه. المشكلة بقى مش إن الأب بس كان قاسي، لأ، المصيبة إن ده كان الطبيعي بالنسبة له، أو كان متخيل إن هو كده بيربي صح. ودي المشكلة اللي بنكتشفها بعدين، إن التربية اللي اتبنت عن الخوف بتكبر جوانا حاجات كتير. وفي الآخر الفصل ده بيحطنا في أول صدمة. مش كل بيت فيه أب وأم يعني فيه أمان، وأحيانا أكتر حد بنحتاجه هو اللي بيكسرنا. الفصل التاني، المراية المشروخة. عارف الإحساس لما تبص في المراية وتحس إنك مش فاهم الشخص اللي قدامك؟ مش لأنك اتغيرت، لأ، لأنك عمرك ما كنت شايف نفسك بوضوح أصلا. الفصل ده بيكلمنا إن الأب والأم لما يكونوا مصدر ألم بيكسروا جوانا حاجات من غير ما يحسوا، بيكسروا صورتنا عن نفسنا. الطفل لما يتقاله أنت فاشل أو مش هتنجح في حياتك بيصدق، مش لأنه مقتنع، بس لأنه صغير وبيشوف إن الأب والأم دايما عندهم حق. الكاتب بيحكي إنه بدأ يكره نفسه، يشك في قدراته، يبص لنفسه كأنه مشكلة، مش كإنسان طبيعي عنده مشاعر وحقوق. لأن اللي بيحبوه أو المفروض يحبوه خلوه يحس إنه عبء. ده بيخلي المراية اللي بنشوف بيها نفسنا تفضل مشروخة حتى وإحنا كبار. بس في حاجة مهمة هنا، إحنا نقدر نغير المراية دي. نقدر نعرف إن اللي اتقال مش دايما صح، وإن اللي جوانا يستحق يتحب ويتشاف ويتسمع. بيقول لنا الكاتب في الفصل الثالث، الطفولة مش دايما بريئة. عارف لما الناس تقولك أيام الطفولة كانت أحلى أيام، بس في ناس الطفولة بالنسبة لهم كانت كابوس، مش ذكريات جميلة. الكاتب هنا بيحكي ازاي ان علاقة بينه وبين ابوه كانت كلها توتر، خوف، واحيانا عنف. لما تبقى طفل وتعيش على اعصابك عشان بس تتجنب صراخ او عقاب، ده بيأثر على كل حاجة بعد كده. بيخليك تبني شخصية هدفها الاساسي هو النجاة مش السعادة. هو كطفل ما كانش فاهم هو بيتعامل ليه كده، بس لما كبر بدأ يشوف الصورة كاملة. الأب ده مش شرير، بس كان مكسور هو كمان، وده مش تبرير، لكن فهم الحقيقة بيريحه شوية. وده بيوصلنا لحاجة مهمة، الطفل اللي جواك اللي اتأذى لازم تسمعه، لازم تطبطب عليه وتفهم ايه اللي حصل، وتفهمه ان اللي حصل مش ذنبه. الفصل الرابع، لما تبقى الكبير بس مش قوي. عارف احساس انك تبقى صغير في البيت لكن بتعيش دور الكبير؟ بتحس انك لازم تكون دايما عاقل ومسؤول ومفيش مساحة تغلط فيها او تعيط. عارف لما تبقى بتحاول بكل صعوبة عشان تبان اقوى، عشان ابوك دايما بيقلل من ضعفك؟ انت كنت بتتألم بس مش قادر تطلع ده، فتعلمت تكبت مشاعرك. وطبعا ده بيأثر بعد كده، تدخل علاقات مش مستقرة، بتحاول ترضي الناس على حساب نفسك، وكل ده عشان محدش يقول عنك ضعيف. لكن الحقيقة ان القوة مش انك تكتم، القوة انك تعترف انك تعبان وتطلب المساعدة. هو بيحبني بس بطريقته. في الفصل ده الكاتب بيحكي عن جملة بنسمعها كتير قوي، ابوك بيحبك بس مش بيعرف يعبر. يعني ايه؟
يعني الحب يكون بالقسوة، بالتقليل، بالصمت المؤلم. دايما بنحاول نفسر تصرفاتهم على إنها حب، بس الحقيقة الحب لو ما اتشافش أو اتحس بيفقد معناه. الكاتب بيسأل سؤال مهم جدا: هل من العدل أفضل مبرراته على مشاعري؟ أوقات لازم نعترف في حب مشوه، وفي ناس بتحب بس بطريقتها المؤذية دي مش كفاية. الفصل السادس. في الفصل ده الكاتب بيحكي عن الإحساس اللي بيكون عند ناس كتير مننا إننا كبرنا قبل أولنا. تخيلوا طفلة بدل ما بتفكر في لعبتها كانت بتحاول تروق مزاج باباها علشان ما يتعصبش، أو تحل مشاكل بيتهم عشان تثبت إنها بنت شاطرة. البنت دي ما كبرتش طبيعي، كبرت وهي شايلة فوق طاقتها. الفصل ده بيركز على فكرة الطفولة اللي ما خدناهاش، واللي بتأثر على إحساسنا بالراحة والثقة حتى وإحنا كبار. والكارثة إننا لما بنكبر ساعات نرجع نكرر نفس الدور مع كل الناس، نحل مشاكلهم، نسكت عن غضبهم، نقول عادي أصلا أنا متعود. الكاتب هنا بيقول بصراحة ده مش نضج، دي نجاة. الفصل السابع. الفصل ده من أكتر الفصول اللي بتخبط فينا جامد. طب ليه؟ لأنه بيفتحنا على سؤال كلنا سألناه لنفسنا مرة: ليه أنا مش ناجح زي غيري؟ ليه كل مرة بحاول بفشل؟ الكاتب بيرد علينا: انت مش فاشل، انت ناجي. انت ما كنتش في ظروف طبيعية تسمح انك تنجح، انت كنت بتحاول تعيش وسط حرب نفسية، كنت بتتعامل مع بيت مليان صراخ، تجاهل، وضغط أو مقارنة. كنت بتجاهد عشان تثبت لنفسك انك تستحق. الناس اللي كانت بتشوفك فاشل ما كانتش شايفة كواليس. والكاتب هنا بيقول لنا ان مش كل تأجيل او تسويف معناه كسل. اوقات بيبقى دفاع نفسي، اوقات دماغك بتبقى مشغولة بالبقاء مش بالتقدم. فما تجلدش نفسك، انت مش متأخر، انت كنت بتحاول تنجو. الفصل الثامن. الفصل ده واحد من اهم فصول الكتاب، لانه بيتكلم عن حاجة كلنا عندنا مشكلة فيها: ازاي نقول لا من غير ما نحس بالذنب. زمان لما كنت بتقول لا كانوا بيقولوا لك انك قليل الذوق او انك مش بتحب تساعد، بس الحقيقة ان لا دي اوقات بتكون طوق نجاة. هو مش بيقولك كن اناني، لكن بيقولك اختار نفسك حتى لو الناس زعلت، لان رضاهم مش دايم. بس وجع انك تقول وانت مش مرتاح بيفضل فيك سنين. وفي جملة كده في الفصل بتوجع قوي: انا وافقت على حاجة وانا مش عايزها، وبعد كده كرهت نفسي مش الشخص التاني. الفصل التاسع. الفصل ده من اكتر الفصول اللي بتخليك تبص جواك وتسأل سؤال: هل انا عايش الحياة اللي انا عايزها ولا اللي الناس عايزاها لي؟ الكاتب بيحكي عن لحظة كلنا مرينا بيها، لما تبص على حياتك وتحس انها مش بتاعتك، زي انك لابس هدوم حد تاني ومش عارف ترتاح فيها. هو بيحاول يقول لنا ان اوقات كتير بنبني حياتنا حوالين المفروض اشتغل في المجال ده، المفروض ارضي الناس دي. بس انت كل ما بتمشي ورا المفروضات دي بتبعد عن نفسك الحقيقية. الفصل ده بيقول لنا نعمل وقفة ونفكر: لو كنت حر تماما هتعيش ازاي؟ هتشتغل ايه؟ هتحب مين؟ وهتبقى مين؟ هو مش بيقولك تسيب كل حاجة وتمشي، لأنه بيطلب منك تبدأ تسأل الأسئلة اللي فعلا تهمك. وهنا بيقول لنا جملة مهمة: مفيش شخص أسوأ من اللي قرر ينسى نفسه علشان يفضل محبوب من الكل. الفصل العاشر والأخير. الفصل ده هو نهاية الرحلة اللي بيحكي فيها عن لحظة التحول اللي بتبدأ لما تبطل تدور على حب الناس وتبدأ تدور على حبك لنفسك. الكاتب هنا مش بيتكلم عن حب النفس اللي هو أنا جامد وخلاص، لكن عن حب النفس الحقيقي اللي هو بتقول لنفسك أنا كفاية حتى لو مش مثالي. وهو بيحكي إزاي بدأ تطبطب على نفسك بدل ما تجلدها، تبص في المراية وتقول أنا محتاج شوية راحة مش جلد ذات، أنا محتاج وقت أفهم فيه نفسي مش أهرب منها. الفكرة كلها إن الرحلة دي مش بتنتهي لما الناس تحبك، لكن لما أنت تحب نفسك بكل حتة فيك حتى اللي مش عاجباك. أقوى جملة في الفصل ده: كنت بدور على حب العالم كله ونسيت أكون أول واحد يحبني. وده بقى ملخص الرحلة كلها، رحلة واحد كان بيحاول يرضي كل اللي حواليه لحد ما قرر يبطل يمثل ويبدأ يعيش حياته بجد. وفي الآخر كتاب أب الذي أكره مش بس حكاية عن أب وأم صعبين، ده كمان حكاية عن حد كان بيحاول يفهم نفسه وسط كل اللخبطة دي. لو كنت يوم حسيت إنك تايه وسط الناس اللي المفروض يحبوك، الكتاب ده هيحضنك وهيفكرك إنك مش لوحدك، وإنك تقدر تطلع من الألم ده بحب أعمق لنفسك. إحنا مش دايما نقدر نختار مين يدخل حياتنا، بس نقدر نختار نحب نفسنا رغم كل اللي حصل. لو الكلام لمسك أو حسيت إنه شبهك، استنانا في الحكاية الجاية. إحنا بين السطور بنقرأ اللي ما بيقولوش الكاتب بس بيحسوا القارئ. لو عجبك الفيديو
متنساش تحط لايك وتعمل لنا شير وسبسكرايب وتحط كومنت وتقول لنا عايز نلخص ايه المرة الجاية.